عن منشورات بيت الحكمة بتطوان صدر مؤخرا للباحثة والإعلامية منار رمضة إصدار جديد بعنوان التوظيف السياسي للفن في العالم العربي، الأغنية نموذجا. ومعنا الحديث حول هذا العمل صاحبته الأستاذة منار رمضة. بداية مرحبا بك أستاذة منار في برنامج فن وإبداع. أهلا وسهلا بك أخي عبد المجيد، يسعدني مروري معك في برنامجك المتميز فن وإبداع، فتحياتي لك ولكل المستمعين الكرام من خلالك. أستاذة منار، أولا فكرة الكتاب وأسباب اختيار هذا الموضوع. سبب اختيار موضوع التوظيف السياسي للفن في العالم العربي، الأغنية نموذجا، جاء انطلاقا من شغفي وحبي الكبير للمجال الفني، خاصة للسينما والأغنية. وعندما درست ماستر التواصل السياسي والاجتماعي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، كانت فرصة واقع الحال أن أوظف بين أو أن أجمع بين ما أحبه وبين تخصصي الدراسي، فمن هنا اخترت الاشتغال على هذا الموضوع. فيما يخص فكرة الكتاب فهي تتمحور عن تحليل وتفسير لسياقات وأسباب ووسائل توظيف السياسة للفنون عامة، منها للفن التشكيلي، للسينما، للشعر، وخاصة في جزء كبير من الكتاب أتحدث عن التوظيف السياسي للأغنية في العالم العربي من طرف الحاكم والمحكوم. والكتاب طبعا يتطرق لجملة من النقاط ويعني جملة من الأفكار التي توضح بشكل كبير جدا مدى طبيعة العلاقة التي تجمع بين شعوب المجتمعات العربية فيما يخص كل من السياسة والأغنية. سادة منار، عادة ما يرتبط الغناء بالترفيه، لكن من خلال هذا البحث نكتشف أن الغناء يمكن أن يساهم في تكوين الرأي وإذكاء الشعور بالوطنية وربما استعمالات أخرى غير الترفيه. أليس كذلك أستاذ منار؟ يعني أنت من خلال سؤالك هذا أخي عبد المجيد تكون قد أشرت إلى نقطة في غاية الأهمية، وأنا كنت مصرة أيما إصرار على يعني التركيز عليها وعلى تفسير وتوضيح يعني توضيحها، يعني وهي طبيعة العلاقة التي تجمع بين الأغنية وشعوب المجتمعات العربية. فالعلاقة التي تجمع بينهما هي لا تتوقف عند المتعة والترفيه وهذه الأمور، بل هي تتجاوز ذلك بكثير. طبيعة العلاقة التي تجمع بين شعوب المجتمعات العربية والأغنية أن شعوب المجتمعات العربية ترى في الأغنية أداة ترفعية تمثلها، أداة تمثيلية تمثل مطالبها، أداة احتجاجية يمكن من خلالها التعبير عن كل ما هم يعني يستاءون منها. والأكثر من ذلك هو أنني اكتشفت ويعني قمت طبعا بتوظيف مجموعة من الأمثلة حول هذا، أن شعوب المجتمعات العربية معظمها يرى في الأغنية يراها بمثابة الفاعل السياسي الأكثر تمثيلية ومصداقية ونزاهة للتعبير عنه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن العلاقة بين الأغنية وبين شعوب المجتمعات العربية هي نوع من العلاقة التي تؤكد لنا عن كيف يمكن لصنف فني يعني قوة ناعمة أن تكون بهذا الأثر وبهذه الفعالية وبهذه القوة، لأنه عبر مجموعة من التجارب، وأنا استشهدت بمجموعة من الأمثلة مرة أخرى من مختلف دول العالم العربي، وأنا أعتبر شخصيا أنه هذا هو الجميل في الكتاب، أنه لا يقتصر على منطقة جغرافية معينة، وإنما كل قارئ من كل بلد عربي يعني سيجد نفسه فيه. طبعا ليست كل يعني الدول العربية بدون استثناء، ولكن أغلبها ومعظمها.
فلذلك طبعا أنفي بشكل كلي وقطعي أن تكون العلاقة بين الشعوب المجتمعات العربية والأغنية هي فقط علاقة الترفيه والتسلية والمتعة. منار، لكل بحث أكيد صعوبات، والأكيد كذلك أنك واجهت إكراهات وأنت تطرقين باب البحث في موضوع ربما استثنائي. نعم، هذا صحيح للغاية. دعني بداية أقول أخي عبد المجيد بأنه من يشتغل على موضوع يحبه، طبعا هذا يكون جانب جد مضيء وجد إيجابي، لأنه يمدك بالإرادة وبالرغبة في الاستمرار وفي العمل. وأنا اكتشفت في نفسي مرة أخرى يعني أنني أحب جدا رحلة البحث. يعني أحب تواجدي بالمكتبة، وأحب تواجدي وسط المراجع والدراسات والكتب، ويعني وفي مختلف يعني المجالات. لأني دائما أؤمن بأنه حين تشتغل على موضوع في مجال معين، لا تعتقد بأنك ستجد يعني ما تبحث عنه فقط في كتب ذلك المجال فقط، إنما الانفتاح على علوم أخرى يكون طبعا طبعا العلوم التي قريبة من يعني من طبيعة الموضوع الذي يشتغل عليه الفرد. لكن طبعا لا يخلو الأمر من الصعاب كما ذكرت. ولعل يعني أبرز الصعاب التي واجهتها، وأنا قلت هذا في أكثر من مرة، هو قلة إن لم أقل ندرة المراجع، خاصة في المغرب، في المغرب العربي عامة وفي المغرب خاصة، التي تعنى بالحديث وبتسليط الضوء على مواضيع الفن والسياسة. وأنا كي أتجاوز هذا الأمر، حين كنت بصدد الاشتغال على هذا الموضوع، يعني اعتمدت على يعني في جزء منه على بعض المراجع أو الكتب في مصر، ويعني ربما كتاب أو اثنين في لبنان على ما أذكر. ثم كان هناك كتب باللغة الأجنبية سواء الإنجليزية أو الفرنسية. فحقيقة كان هذا صعب جدا، يعني لأن الموضوع صحيح ليس بالحديث، ولكن حداثته ربما تتجلى في تسليط الضوء عليه، وفي تناوله من زاوية معالجة مختلفة، وفي تقديمه في بحوث أو في كتب. فلهذا وأيضا يعني ربما هذا كان من الصعاب، وأيضا كان محفزا، لأني كلما واجهت صعوبة في هذا الجانب كنت أقول مع نفسي أنا يجب أن أقوم بإصدار الكتاب، يعني حتى أساعد، يعني أتمنى أن أكون قمت بذلك، يعني حتى فقط أن أساهم بالأحرى في توفير مرجع مفيد للطلبة للباحثين بعدي الذين سيهتمون بالاشتغال على مواضيع مماثلة. اختيار الفنانين الذين تم استجوابهم في هذا البحث، هل كان عن تفكير أستاذة منار واختيار مقصود، أم أن العينات التي قمت بمخاطبتها ومحاورتها تمت بشكل عشوائي؟ لا طبعا، أثناء الاشتغال على البحث الأكاديمي، أو يعني حين تكون بصدد الاشتغال وأنت تنوي أن تصدر كتابا أو تؤلف كتابا سيكون يعني مرجعا أو ضمن المراجع للباحثين بعدك، لا يمكن أبدا يعني أن تشتغل بشكل عشوائي، أو أن تختار أي يعني معطى كيفما كان بشكل عشوائي. اختيار المستجوبين جاء بعناية دقيقة جدا، وحرصت كثيرا على أن أستهدف أسماء معينة، طبعا بسبب ارتباطها بشكل مباشر أو غير مباشر بالموضوع. سأشرح ذلك. فأنا مثلا اخترت هذه الأسماء، وأعتبر نفسي في هذا الجانب جد جد محظوظة، لأني كان لي الشرف أن أستجوب أسماء يعني مهمة فنيا وأكاديميا، على رأسها طبعا الفنان مرسي الخليفة، الفنان التونسي لطفي بوشناق الذي يعني تسعدني صداقته، نحن حاليا أصدقاء، وهو يعني أريد أن أستغل الفرصة لأقول
للمستمعين بأنه ليس مجرد فنان، يعني هو إنسان في قمة التواضع، في قمة الرقي، في قمة الثقافة، يعني إنسان رائع وجميل وطيب، ولا يفوت أي فرصة للتعبير عن محبته وحبه للمغرب. أيضا الأستاذ، هذا الرجل الرائع المثقف، الأستاذ عبد الرزاق الزاهر، وأيضا الأستاذ الذي درسني وشرفني بتقديمه للكتاب، دكتور أستاذ العلوم السياسية عبد الله ساعف، والرائع الذي يعني أنا من المعجبات بفكره وثقافته وعمقه الفكري، الأستاذ أحمد عصيد، الذي فاجأني حين قمت باستجوابه بإرسال، يعني أرسل لي مقالا أثناء رحلة البحث، أرسل لي مقالا للاستئناس سنة 1993، وهو بالمناسبة تاريخ ميلادي، ليقول أنه يعني يمكن الاستئناس بذلك المقال، وهو يتحدث آنذاك على، يعني ليس على هذا الموضوع يعني بحذافيره، ولكن هو على ما أتذكر، والمقال نشر في جريدة الاتحاد الاشتراكي إذا كنت زلت أذكر، سنة 1993، حول أعتقد دلالات الشعر الأمازيغي من الناحية السياسية، مهم شيء من هذا القبيل. ففاجأني الأمر، لأنه يعني منذ ذلك الوقت والرجل يعني يهمه أن يقدم مقالات يعني ذات فائدة، وأن يسلط الضوء على مواضيع فعلا قلما نجد من يتحدث عنها بالعناية اللازمة التي تستحقها. فقلت أنه إضافة لهذه الأسماء، طبعا كان زميلي الصحفي يوسف اليعقوبي، من أيضا لا أريد أن أنسى أحدا. المهم هذه الأسماء وبكل الاستجوابات التي قمت بها معها هي حاضرة طبعا في الكتاب. فهذه الأسماء اخترتها لأسباب. طبعا مارسيل خليفة مع حفظ الألقاب تأثر بشيخ إمام وفؤاد نجم بمصر، وكان له طبعا يعني تجارب في هذا الجانب، لأن في جزء كبير جدا هو كان في مرحلة من المراحل يعني أيضا ولا زال طبعا يعنى بتسليط الضوء من خلال أعماله عن مجموعة من القضايا. كذلك ومثال بالنسبة للفنان سعيد المغربي، هذا الفنان الرائع المتواضع، وغيرها من الأسماء يعني. فبالتالي كما قلت لك، أعتبر نفسي محظوظة باختيار هذه الأسماء وبكوني حظيت بشرف يعني محاورتها. بعد صدور هذا العمل، ما هي الخطوات التي ربما ستقدمين عليها؟ من ربما إصدارات جديدة، أو ربما انتظار تقديم هذا الكتاب؟ بعد صدور هذا المؤلف أو الكتاب، دعني أخبرك بسر أخي عبد المجيد. أنا كنت أنوي منذ زمن طويل يعني أن أدخل عالم الكتابة والكتاب والمؤلفين وكل هذه الأمور، لكن كانت في نيتي أن أدخل هذا العالم الشيق المميز، وأيضا الذي يعني عليك أن تكون فيه مسؤولا بشكل كبير جدا عما تقدمه وعن أفكارك وكل هذه الأمور. لكن أنا شخصيا كنت أعتقد بأن أول خطوة لي ستكون في هذا المجال أو هذا العالم، لنقل هي من خلال عمل روائي، لأنه الأقرب إلي كمنار الإنسانة. ولكن شاءت الأقدار أن يكون أول إصدار هو كتاب يعني من هذا النوع أو هذا الصنف، وأنا سعيدة جدا وأعتز أيما اعتزاز وفخورة بهذا العمل. وكما أقول وقلت في أكثر من مقابلة، هو أن هدفي هو أن يعلم القارئ العربي بوجود كتاب يستطيع الاعتماد عليه كمرجع. وأنا ما أقوم به حاليا هو يعني جاهدة، يعني هو أن أسلط الضوء على هذا الكتاب إعلاميا، لأنه يعني
موضوعات مماثلة يجب أن تعود للساحة، يجب أن يسلط عليها الضوء أكثر، لأنها أساسية ولأنها حاضرة في حياتنا اليومية بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي يجب دراستها والعناية بها. بالإضافة لما سبق وبشكل عام، حاليا أشتغل يعني على ديوان شعري يضم مجموعة من القصائد النثرية. هذا الديوان قريب جدا إلى قلبي، وهو يختزل يعني مجموعة من الموضوعات في موضوع واحد، وهناك مفاجأة يتضمنها هذا العمل. لن أفصح عنها الآن. أنا جد سعيدة بهذا الديوان إن شاء الله، ومتحمسة لمشاركته في الأشهر القادمة مع القراء. وإلى جانب ذلك هناك فكرة عمل روائي أشتغل عليها، أحاول تطويرها من حين لآخر. فهذا كل شيء، وأنا يعني لا أريد أن أتسرع وأن أتواجد فقط لمجرد التواجد. من خلال يعني الكتابة أريد التريث، وما يهمني جدا 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 هو أن أقدم عملا أولا أنا من تكتبه أشعر بأنه لمسني، وأشعر بعمقه، وأشعر بأهميته، وأتأكد بأنه سيلمس يعني قلب القارئ، وسيحرك عقله أيضا للتفكير. أنا بالنسبة لي القلب والعقل لا يمكن الفصل بينهما، لا يمكن الاعتماد فقط على العقل، لأن هذا سيؤدي بنا إلى يعني أخذ قرارات وتصرفات باردة جافة. ولا يمكن فقط الاستعانة بالقلب، لأنه أحيانا يورطنا. فالجمع بينهما في غاية الأهمية يعني. فأنا فعلا أسير فيما يخص الكتابة من هذا المنطلق بشكل عام. الإعلامية والفنانة والباحثة منار رمضة، شكرا جزيلا لك. أشكرك أخي عبد المجيد، وتحياتي لك ولإذاعة تطوان الجهوية بيتي الأول، وتحياتي للمستمعين.